السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل احلى كيكة برتقال مع بعض ونقول بسم الله ونشوف المقادير. عندنا هنا كوباية من عصير البرتقال وبشر البرتقال، ومعانا هنا 1 بيكنج باودر وواحد فانيليا وكوباية من الزيت واربع بيضات وكوباية من السكر. لو عايزة تسكريها هتحطي كوباية وربع من السكر. لو عايزة الكمية دي تقسميها على اتنين وتعملي صينية صغيرة. المقادير دي هنتعمل صينية الوسط، لو عايزة تقسميها على 2 اقسميها. وطبعًا العصير نعصره كده زي ما بنعصر الليمونة بحيث ما ينزّلش أي شوائب. تقسميها نُصّين بالسكينة وتعصريها زي ما أنتِ شايفة كده، كوباية عصير صافية ما فيهاش أي فتافيت ولا أي حاجة. وهننزل هنا كوبايتين ونُص من الدقيق ومعاهم بيكنج باودر والفانيليا، ونكون ضربنا السوايل كلها مع بعض، البيض والزيت والسكر وبشر البرتقان والبرتقان. كل ده هنضربه في الخلاط ضربة حلوة كده. وما تنسيش أي كيكة تعمليها أو أي معجنات ما تنسيش رشة ملح صغيرة كده، بحيث إن هي رشة الملح دي بتخلي المعجنات معاكي ترفع معاكي رفعة كويسة كده. وزي ما انت شايفة كده القوام بتاعها زي ما أنتِ شايفة كده لازم يبقى هو ده القوام بتاع الكيكة، أي كيكة تعمليها يبقى لازم القوام ده، ما تبقاش مقطّعة منِّك، تبقى متماسكة كده ونازلة سايلة مع بعض. وهنجيب الصينية الوسط بتاعتنا وهنكون رشينا رشة من الزيت ورشة من الدقيق، كأنِّك هتبطّني الصينية كده بحيث إن هي لمّا تحطيها في الفرن القعر بتاعها ولا يلزق ولا يتحرق. زي ما أنتم شايفين كده نزلنا بالكمية كلّها في الصينية الوسط. واتفقنا لو عايزة تعملي الصينية الصغيرة هتقسمي المقادير على 2، وفي نفس الوقت ده هنكون مسخنين الفرن أثناء ما احنا بنعمل العجينة بتاعة الكيكة عشان ما تهبطش منك. لازم الفرن يبقى سخن من قبلها. وهنا طبعا استوت عشان تختبريها وتعرفي استوت ما تبقاش عجينة من جوه، تدخلي السكينة كده أو شوكة طلعت ما فيهاش أي عجينة، تبقى الكيكة بتاعتك استوت وتمام التمام. طلعت لك حبة من العجين لازق في السكينة كده أو الشوكة، يبقى لسه ما استوتش وهنسيبها شوية في الفرن. طبعًا هي هتعرفي إن هي استوت من الروايح بتاعتها، تبدأ الريحة بتاعتها تطلع. وما أقولكيش طبعًا وإحنا كده في الشتا والفرن بيدفي الشقة وروايح البرتقان كده تنتشر في الشقة، ما أقولكيش على الروايح، ريحة جميلة وطعم أجمل. جربيها وقولي لي رأيِك فيها. وهنشوف كده هنقطّع كده قطعة ونشوف القوام بتاعها والعلو بتاعها، ما أقولكيش طرية وجميلة وما لزقتش في الصينية. طبعًا زي ما إحنا عملنا زي ما إحنا اتفقنا كده هترُشّي رشّة من الدقيق ورشّة من الزيت بحيث إن هي ما تلزقش. وهنا كانت استوت تمام التمام، باورّيها لكم قد إيه هي عالية وقد إيه هي جميلة. ودُقتها هنا طعمها تحفة الصراحة وطعم البرتقان ظاهر فيها. وأهم حاجة ما تعصريش البرتقان في الخلاط عشان الشوائب بتاعته، إحنا مش عايزين شوائب في عصير البرتقان، إحنا عايزينه زي ما بتعصري الليمونة كده هتعصريها في الكوباية لحد ما تاخدي كوباية من العصير بتاع البرتقان، لأن الشوائب دي بتخلّي الكيكة بتاعتِك تبقى معجونة. هنا عملت حبّة من الشاي باللبن كده، كان أحلى شاي بلبن مع أحلى كيكة. ويالّا كده عايزة تعمليها مع الشاي باللبن وتاكليها، اعمليها مع كوباية شاي، اعمليها مع نسكافيه كُليها كده واعمليها فطار حسب ما تحبّي. يالّا كده لو عجبتِك الكيكة يالّا ما تنسيناش باشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة. ومع ألف سلامة وبألف هنا وشفا ليكم ولينا.